السلام عليكم وهلو هلو مساء الجمال عليكم يا أحلى أميرات، جمعة مباركة يا رب كل أيامكم تكون خير وسعادة يا رب، ويا رب يستجيب لدعواتنا جميعًا يا رب ويريح قلوبنا ويكون النصر قريب. النهارده واحنا مع بعض فيديو جديد، فيديو لسيدة عربية من أصول فلسطينية، فلسطين الغالية على قلوبنا كلنا. باشكركم على تعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم وتعليقاتكم اللي دايمًا بتسعدوني بوجودكم، أحلى مريم طبعًا، وكمان حبيبتي كوكي الغالية أختي الجميلة، وكمان أحلى مريومة وأحلى ليندا كمان، وحبيبتي طبعًا اللي دايمًا بتشرفني بوجودها أحلى سُمّة من الجزائر. باشكركم جدًا على لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، باتمنى بس إن حبايبي الغاليين أهل فلسطين سميرة أم المجد، وكمان جوري، وكمان نوال، وكمان ليندا، باتمنى بجد إن أنتم تكونوا في أحسن حال، غيابكم يعني يا رب يكون خير يا رب ويطمني عليكم، وكمان طبعًا أحلى مها طمنتني، يا رب يشفيكِ يا رب ويديكِ الصحة وطولة العمر، بجد يعني من الناس اللي مقصّرة فعلًا غيابهم عني، بس يا رب تكونوا أهم حاجة إنكم تكونوا كويسين، مش مهم تكونوا موجودين معايا بس المهم إنكم تكونوا يا رب إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. لايكاتكم الجميلة على فيديو النهاردة وتعليقاتكم ودعواتكم طبعًا المستمرة، تعالوا نتابع مع بعض الفيديو الخاص بالسيدة العربية، طبعًا هي مقيمة في دولة أجنبية مش مقيمة في فلسطين، فدايمًا كنا بنشوف ليها أفكار لديكورات ولبعض الأفكار والحِيَل المنزلية إزاي نخلّي بيتنا دايمًا في أحسن صورة، فتعالوا نتابع معاها أول فكرة، فكرة إن هي بدأت تعمل أسماء أولادها في تابلوهات على الحيطة وخصصت corner كده بطريقة لطيفة إن هي تحط الأسماء بتاعتهم، يكون كمان حاجة خاصة بيهم، لمّا تعملي ديكور special بحاجة بالاسم أو حاجة بالصور قد إيه بيكون حلو جدًا، جدًا ومميز. كمان هي استغلت الcorner ده، كانت الأول عاملة معاه زي شيزلونج كده صغير وديكورات، بس هي غيّرت الفكرة وحبت إن هي تعمل مع التابلوهات دي مكان يكون خاص للقراية، تعمل فوتيه أو تعمل باف وكمان ترابيزة عليها شوية من الديكورات، وتخصص الcorner ده تحب إن هي تستمتع بوقتها وتقرا كتاب وتستجم شوية كده ويبقى وقت خاص بيها، طبعًا لازم إن هي تختار حاجة مريحة وطبعًا التابلوهات كمان من فوق عليها إضاءة، فهتساعدها كمان إن هي تستمتع بالكتاب بتاعها، وبعض الديكورات زي الورد والشموع برضه كانت حاجة لطيفة جدًا إن هي تضيف لمسة ديكور للمكان. كمان برضه عندها corner تاني زي ما باقول لكم الخصوصية في الأفكار بتاعة الحاجات الspecial لينا إحنا بصورنا أو بأسامينا بتبقى مميزة أوي في البيت لمّا تعملي ديكور بالاسم، كان فكرة لذيذة كمان إن هي عملتها بالصور، وكانت قد إيه حلوة برضه بصور أولادها. تعالوا ناخد كمان فكرة لذيذة جدًا اللي بتخلّي أجواء عندنا حلوة في البيت، زي فكرة الأشجار والنباتات، والمرة دي هي استخدمت طبعًا شجرة الزيتون اللي هي حاجة ترجع للتراث بتاعهم طبعًا، فبدأت إن هي تستخدم شجرة صناعية، بتقول إن هي مريحة جدًا، طبعًا مش هتبقى محتاجة منِّك مجهود أو اهتمام زي الحاجة الطبيعية. كمان حجمها مناسب لأي مكان، وبتقدري كمان إن أنتِ اللي تركبيها بسهولة، فبتديكِ كمان شكل الشجرة الطبيعية بتاعة الزيتون، وأكيد طبعًا رمز للسلام والطمأنينة زي ما هي كانت كاتبة، كانت من الديكورات المميزة جدًا كمان عندها في البيت. تعالوا نشوف كمان إزاي بدأت إن هي تعمل طريقة ترتيبها للliving room وبدأت إن هي كمان تجيب سجاد جديد، هنشوف السجادة بتاعة الliving room والسجادة بتاعة السفرة، ستايل البيت كله الأبيض مع الدهبي مع الديكورات الفواتح كلها، فده كان شكل السجادة والشجرة اللي هي بدأت إن هي تضيفها كمان، ديكور بسيط أوي مش مبهرج كتير، قد إيه simple وقد إيه كمان شكله حلو وكل حاجة موجودة في مكانها الصح. وده كان شكل الأنتريه بتاعها أو الصالون بتاعها بالأفكار والديكورات وبالألوان زي ما باقول لكم كله متناسق مع بعضه الدهبي مع الأبيض وبعض الديكورات اللي بدأت إن هي تضيفها على الترابيزة. ندخل بعد كده زي ما باقول لكم السجادة الجديدة بتاعة السفرة، وهي عندها المكان كله open على بعضه، يعني السفرة موجودة في المكان اللي جنب الصالون اللي إحنا شُفناه. فبدأت إن هي تضيف نفس الألوان برضه عشان يبقى المكان كله متناسق مع بعضه، سواء الديكورات أو التابلوهات على الحيطة، وكمان برضه نفس ألوان السجاد إلى حدٍ ما، بس داخل فيها طبعًا اللون الجراي عشان يبقى لايق كمان مع الكراسي. تغييراتها كمان للمشّايات أو السجاد اللي موجود في المطبخ، ودي من الحاجات اللي بتبقى يعني ضروري إن إحنا نهتم إزاي بنختارها برضه، لو أنتِ حتى بتحطّي السجاد اللي هو أو المشّايات اللي هي ما فيهاش طبقة عازلة للمَيّة، تقدري إن أنتِ تحطّي مشّايات ما يكونش فيها وَبَر عالي، دي أهم حاجة،
تكون flat على قد ما تقدري، علشان طبعًا المطبخ عارفين في حاجات بتُقع وفي حاجات بتتكب، فيبقى سهل عليكِ في التنضيف، لكن طبعًا لو في وَبَر بارد شوية أي حاجة هتتكب هتحتاج منِّك مجهود إن أنتِ تنضفيها، فدي برضه من الحاجات اللي نحاول على قد ما نقدر نخلّي بالنا في اختياراتنا للسجاد بتاع المطبخ. كمان برضه حبِّت إن هي تغيّر لمسة جميلة جدًا في المطبخ عندها، وبدأت إن هي تجيب كراسي جديدة للترابيزة بتاعة الأكل، وطبعًا داخل فيها اللون الدهبي، جابتها باللون الجراي يبقى لون غامق شوية يستحمل معاها طبعًا البهدلة والأكل، فده برضه كان تغيير مميز جدًا ليها زي ما غيّرت المشّايات. تعالوا ندخل معاها على شوية أفكار للتنظيمات، وأول فكرة اللي هي الوحدات الخشبية اللي أنتِ بتقسّمي بيها الأدراج، تقدري إن أنتِ تحطّي كذا حاجة، وطبعًا هي مميزة جدًا لإنها مش متقيّدة بحجم معيّن، أنتِ اللي بتركّبي على حسب احتياجِك، فقد إيه برضه كانت حلوة، وطبعًا شركة SpaceAid طبعًا إحنا بنشوفها في فيديوهات كتيرة جدًا، من الحاجات اللذيذة واللي فيها حاجات تنظيمية كتيرة أوي لحاجات كتيرة عندنا في البيت. كمان برضه من لمساتها الجميلة جدًا إن هي بدأت تعمل إضافة لوحدات إضاءة تكون موجودة كمان عندها في مطبخها في التقفيل كده من تحت، بتبقى لذيذة أوي إن مع أقل حركة طبعًا بتبقى بسنسور تقدر إن هي تعمل شكل حلو عندِك في المطبخ وأجواء تكون حلوة، سهلة إن أنتِ تشحنيها وسهلة كمان إن أنتِ تركبيها زي ما أنتم شايفين، فعملت أجواء مختلفة خصوصًا هنا للcoffee bar برضه كان شكله حلو جدًا. زي ما شُفنا كمان فكرة التنظيم بتاعة الأدراج من شركة SpaceAid بدأت كمان إن هي تجيب المنظمات بتاعة الأزايز، وبتبقى عبارة عن برضه مكان مخصص للأزايز تقدري إن أنتِ تركّبيه بكل سهولة، وطبعًا عشان هي زي ما أنتم شايفين كده الباكيت أو العلبة هي فيها قطعتين، يعني تقدري تحطّي فيها 6 أزايز، فعلشان طبعًا تنظّمي معظم الbottles اللي موجودة عندِك هتحتاجي إن أنتِ تجيبي أكتر من قطعة، حسيتها إن هي حلوة بتنظّم، لإن ساعات ما بنعرفش إن إحنا ننظّم الأزايز إزاي، بس في نفس الوقت حسيت إن هي ممكن تكون مكلفة شوية إن أنتِ تقدري تجيبي أكتر من قطعة عشان تنظّمي الكمية اللي موجودة كلها. زي ما شُفنا هنا كمان برضه إزاي هي بدأت إن هي تنظّم الcoffee bar أو الcoffee corner بتاعها، استخدامها للمنظمات اللي بتدّي شكل حلو كمان للرخامة من حاجات اللي إحنا بنستخدمها الشاي والبُن والسُكّر، بس بدأت إن هي تحطّها في جارات شكلها حلو، وكنا شُفنا أفكار كتيرة أوي إزاي أنتم تقدروا من برطمانات موجودة عندكم أنتم اللي تزيّنوها بنفسكم، وتقدروا إن أنتم تعملوا كمان فكرة الplate أو الstand اللي حاطة عليه المجات ده، ممكن إن إحنا نعمله من طبق وكوباية، نقدر برضه إن إحنا نعمل أفكار الديكورات دي كلّها، مش شرط إن إحنا نشتريها، نقدر إن إحنا ننفّذها كمان بإيدينا. آخر فكرة معاها تعالوا نشوف إزاي لو إحنا عندنا ترابيزة جانبية نقدر إن إحنا نعمل أفكار ديكورات عليها، وأول فكرة هي استخدمت تقريبًا في ال3 فكرة الكُتب اللي هي بتاعة الديكورات، اللي هي بتبقى عبارة عن بوكسات فاضية كده، بس عاطية شكل الديكور. أول مرّة بدأت إن هي تحط عليها ديكور تقدر إن هي تحط طبق وجواه ديكورات صغيرة، أو تحط الديكور على طول على الكُتب دي، وال3 طبعًا أفكار متاحة نقدر إن إحنا نحط ديكورات على حسب طبعًا اللي موجود عندنا. فكرة الترابيزة الجانبية بتدّي لمسة حلوة طبعًا أكيد لأي corner فاضي تقدري تستغليه. وبس كده نكون وصلنا لآخر الفيديو مع السيدة الجميلة من أصول فلسطينية، يا رب يكون الفيديو عجبكم، باتمنى طبعًا حبايبي اخواتي الغاليين أهل فلسطين يطمنوني عليهم، باشكركم جدًا لو وصلتوا لحد هنا، اعذروني لو كان الكلام في الفيديو بجد يعني الواحد حقيقي بجد يعني ما لوش نِفْس إن هو يعمل أي حاجة. بس كان لازم إن أنا أكون موجودة معاكم زي ما اتعودنا دايمًا، يا رب يستجيب لدعواتنا ويريّح قلوبنا جميعًا يا رب، باشكركم جدًا، جدًا، ما تنسوش لايكاتكم قبل الفيديو ما يخلص، وتعليقاتكم اللي دايمًا بتسعدوني بوجودكم فيها، نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وبأفكار جديدة وبسيدة جديدة، ناخد تريكات ونحاول نخلّي حياتنا أحلى، إن شاء الله نتقابل على خير الفيديو الجاي أحلى إمارات، وأشوفكم دايمًا على خير وسلام.